ايه اللي حصل في جمصة؟ والله ما اعرف، تصدقي؟ هنعرف الحلقة الأخيرة؟ ان شاء الله لا. انا سعيد قوي بحياتي دي، اقسم بالله. قلبه الطيب بيطمع القريب. يا راجل كنتش له علاقه باللي حصل في جمصة. وكفايه قوي اللي حصل في جمصة. الفكره نفسها حلوه، وانا دايما بحب الحاجه تبقى فكرتها حلوه، عشان ده بيشيل جزء كبير قوي من الحمل بتاع الممثل ان هو هيعمل ايه جوه. فاتبسطت من الفكره، واتبسطت من فكره انه كذا شخصيه في نفس العمل ده. هو خفت منها قوي بس بسطتني قوي. احمد امين ممثل انا شخصيا بحبه قبل ما اشتغل معاه، فلما اشتغلت معاه كانت اول مره كانت في امين وشركاء، ويمكن عشان كده الناس شايفه ان في كيمياء عشان احنا اشتغلنا مع بعض من زمان قوي. وهو بني ادم بسيط، يعني بسيط في التعامل، ان هو سهل ان انت تقعدي معاه تبقوا تحسي ان انتوا تعرفوا بعض من زمان. يعني الاستاذه انعام سالوسة دي يعني حاجه كنت فخور جدا 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 بكل مشهد عملته معاها. الست دي عظيمه جدا يعني. وحاتم وآية لذاذ جدا جدا جدا. المشاهد اللي كان فيها كلنا دي كانت مشاهد كلنا كنا بنضحك فيها. كنت دايما بقول لهم يا رب الناس تتبسط زي ما احنا مبسوطين باللي احنا بنعمله ده. فطير وحاجات بتطير كتير. الله الله. انا ممكن اعمل كده طول ما انا قاعد يعني. من اكتر الايام اللي ضحكنا فيها كلنا يوم تصوير الحفله اللي هي الاصليه اللي بنرجع لها كل مره، لان دول كانوا 3 ايام ورا بعض كلنا بنقول نفس الكلام نفس المشهد بس بيتعاد، واستاذ احمد بس اللي بيغير. فكان عندنا حاله من اللي هو يلا ركز عشان تخش تقول نفس الجمله عادي جدا. اكتر شخصيه حاببها اللي كان في حلقه نونو، اللي هو وجيه اللي هو بشعر ده، كان بني ادم قذر جدا بس مبسوط بالحاله اللي هو عاملها دي. اكتر شخصيه قريبه مني انا الشخصيه الاصليه خالص، اللي هو وجيه، اللي هو اللي ايه بس في ايه الدنيا. اذا مالك يا بيتي ايه؟ حضرتك عرفت منين ان ده في العربيه؟ عامة ما بحبش احط توقعات ان ده هيكسر الدنيا او ده هيخيش خالص، عشان لو حصل ونجح الحمد لله اتبسط، ولو ما جابش فتمام انا كنت بجرب. بس ردود الافعال بتاعت الصفارة بالنسبة لي الحمد لله جدا، يعني اكتر بكتير من اللي انا كنت حاطه، من اللي انا كنت متوقعه. بس من احسن ردود الفعل اللي جات لي استاذ لطفي لبيب لما جاب سيرتي في برنامج. يعني ده كان بالنسبة لي حاجة خلتني انا مبسوط بان انا يعني وصلت للمرحلة اللي يخليه هو فخور بيا. انا سعيد قوي ان انا عملت معاه كل لقاء والله.